تلاقي مثلا حيوان محتاج مساعده بتاعه، والكلب ما ينفعش والقطه ما تنفعش. الفار الابيض في مصر عادي ممكن يبقى معاه 50 جنيه بس في جيبه، يقول لك يا عم تعالى هم كوبايتين قهوه مثلا نقعد نتكلم، انت عايز تفضفض انا عايز افضفض، او لو عندك مشكله وكوبايتين قهوه هم 50 جنيه هنتعامل يعني، وهروح بميكروباص وخلاص الموضوع خلص. في بساطه كده شويه في الموضوع، دي حاجه حلوه موجوده في مصر. واتساب عليكم اتمنى واهلا بكم في قناتي واهلا بكم في حلقه جديده. موضوع مختلف شويه النهارده، هنتكلم عن السلبيات اللي موجوده في الغرب، او تحديدا امريكا، لان انا ما عشتش في بلاد الغرب كلها، انا عشت في امريكا، ولكن تقريبا هتبقى معظم السلبيات دي موجوده في كل بلاد الغرب، بس زي ما قلت هبقى مركز على امريكا في حد ذاتها، لان برضو القوانين والدنيا والثقافه وكده بتختلف برضو من بلد لبلد. حتى جوه امريكا الثقافه من ولايه لولايه بتختلف، والقوانين من ولايه لولايه بتختلف. فان شاء الله هحاول ان انا اعمل كفر للموضوع كله، علشان يبقى بنقل الصوره كلها على قد ما اقدر، ولو فاتني اي حاجه يبقى معلش بقى سامحوني. اول حاجه هتكلم عنها كسلبيه موجوده هنا، عشان بس الحاجه دي تهمني وبتفرق معايا جدا، المشاعر. اوكي، المشاعر هنا في الغرب بارده، مفيش تحس ان المشاعر هنا مطفيه، مفيش الحاجات اللي موجوده عندنا في الشرق الاوسط او في مصر. مفيش الاحساس بالحب، بالطمأنينة، بالمشاعر، بالفضفضة، بان حد يطمنك، بان يبقى في كلام مريح، بالمواساة، بالونس. يعني على سبيل المثال هنا العلاقات مثلا ما بين اتنين مثلا في علاقة، مخطوبين متجوزين او حتى متصاحبين، بالنسبة لهم هنا طبعا كل ده عادي، يعني بالنسبة لهم هم هنا متعايشين مع ده عادي، لان ده بالنسبة لهم الطبيعي. نتكلم بقى علينا احنا كعرب او كمصريين، عندنا حتة المشاعر دي، وعندنا لغة فيها ألفاظ وفيها كلمات وفيها تعابير مش موجودة في أي لغة تانية. فعلى سبيل المثال هنا في علاقة مثلا ما بين اتنين، التعبير عن الحب والتعبير عن المشاعر تحسه كده مطفي، ما فيهوش حاجة بتشعل الموضوع. أنا مش لاقي الكلمة اللي أنا أستخدمها بالظبط يعني، بس مشاعر مطفية. يعني حتى كنت قال في الفيديو اللي فات ان حتى كلمة I love you لما بتتقال مش زي كلمة بحبك او بحبك. الكلمة لما بتقولها بالعربي او بتقولها بالانجلش احساسها مختلف تماما، والتعبير عنها مختلف تماما، واللي نابع منك او منك لما بتقولها مختلف تماما. ده بس من كلمة I love you او من كلمة بحبك، ما بالك بقى كل الكلام اللي بيتقال تعبيرا عن الحب وتعبيرا عن المشاعر. هنا مفيش، مطفي. في عندنا باللغه كمان بتاعتنا بيكون في كلام كتير، وبيبقى في حاجات بتعبر، وبيبقى في الموضوع بيبقى عميق قوي، عميق يعني. هنا مفيش اي عمق في العلاقات خالص، مفيش حته ان مثلا اللي معاك ده يواسيك يحتويك. هنا الكلام رخم، الكلام ما فيهوش شعله، يعني دي الكلمه اللي انا يعني مش عارف، مش لاقي لها كلمه تانية. كل حاجه هنا مطفيه، فاهم؟ يعني مثلا لو انا في علاقه مع واحده، مثلا بعدي بازمه معينه او كده، تلاقيها مثلا تقول لك I'm sorry I'm here for you، انا اسفه انا هنا علشانك. كلمتين بيتقالوا خلاص. او مثلا لو انت متضايق او زعلان، هي اصلا ممكن ما تاخدش بالها انك متضايق او زعلان. انا بتكلم بصيغ، يعني بتكلم على الستات، مش قصدي انا بتكلم على لسه انا ولد، فبتكلم لو انا معايا واحده بنت هيبقى ايه الموضوع. فانت لو بنت اعكس الموضوع، الولاد برضو بيبقى نفس الموضوع يعني. فمثلا لما بيكون واحد متضايق او زعلان او شايل هم او حاجه، هي اصلا ممكن ما تلاحظش اساسا، يعني دي اول حاجه، دي لوحدها كارثه. عندك في مصر او في الدول العربيه البنت بتلاحظ بس من تون صوتك، او من طريقه الكلام بتاعتك، او من فعل معين، من اقل حاجه بتلاحظ، تقول لك في ايه، مالك، اتكلم معايا، مش عارف ايه، احكي لي. وفي فضول، بيبقى في فضول ان هي عايزه تعرف في ايه، عايزه تقف جنبك، عايزه يعني حتى لو مش تقف جنبك بس بيبقى في فضول، بتحس ان الشخص اللي معاك مهتم وعايز يعرف في ايه. هنا ممكن ما تلاحظش اصلا. طب انت لو رحت قلت لها هتقول لك اوكي واتس رونج،
في ايه غلط او في ايه المشكله، فتقول لها على المشكله. مش هتديك حلول. I'm sorry, everything will be okay, everything will be better, you'll get through this، اللي هو ما تقلقش كله هيبقى كويس، هتعدي من المشكله. مفيش كلام يريحك حتى يعني، فاهم؟ اللي هو كلام عادي كده، اللي تحس ان هو اللي هو لو عابر سبيل معدي ممكن يقول لك الكلمتين دول. في مصر الموضوع مختلف خالص، مفيش الكلام ده في مصر. في مصر تحس ان في حد واقف جنبك، في حد مهتم بيك ومهتم باللي بيحصل معاك. So huh? I know. I can feel it. A service dog? Yeah. عندنا في مصر مثلا بيبقى فيه اهتمام بالتفاصيل، لابس ايه، لابسه ايه، نزلتي امتى، رجعتي امتى، كلميني، اعملي، طمنيني عليكي، لا اعدلي مثلا الطرحه، لا مش عارف ايه، في غيره، في حب، في اهتمام. هنا طبعا مفيش الكلام ده خالص، فاصلا مفيش تعاليق من حاجات زي كده في العلاقه. مش مهم هي لابسه ايه، نزلت امتى، رجعت امتى، هي فين، الحاجات دي مش، فتحس ان اصلا العلاقه فاضيه كده، ما فيهاش حتى حاجه الواحد يهتم بيها. في مثلا عندنا في دين، فصليتي، عملتي، سويتي، صيام، في كلام، في حاجات، في ادب في الكلام. هنا طبعا مفيش اهتمام بالكلام ده، الكلام ده هنا مش موجود، فبالتالي بتحس ان العلاقه كده ايه، فاضيه. ده طبعا مش موجود في كل الولايات. يعني لما بتطلع للشمال شويه، اللي هي الاماكن بتاعت نيويورك والحتت دي وكل ما شبه، كل الكلام اللي انا بقول عليه ده اصلا بيبقاش موجود. لما تطلع للجنوب شويه، الناس هناك عندهم ثقافه شويه وتراديشنال شويه، اللي هو ايه، لا تحس ان هم عندهم شويه اهتمام، ان هم بيبقوا كونسرفاتيف يعني، مش عايز اقول متدينين، بس عندهم ايه، حته كده مش زي بتوع الشمال. تلاقي فيه شويه اهتمام، شويه مرح، بتلاقي فيه يعني نوعا ما زقه شويه، بس في الاول وفي الاخر ما يتقارنش اي حاجه بالنسبه للي عندنا يعني. طبعا هنا عادي بيبقى في العلاقه ممكن البنت تبوس وتحضن اي حد تاني عادي، وده ما فيهوش مشكله. طبعا احنا عندنا ده مستحيل يعني، فما ينفعش ان هو يحصل. ده لو حد بص على البنت بتاعتك، خطيبتك او مراتك، او حتى لو انت لسه مش في علاقه جديه، انت ممكن تقلب الترابيزه على الناس كلها عادي. وهنا كمان صعب انك تقنع البنت، هو في تقنعهم بس قليل، بس صعب تقنع البنت اللي هو لا ما ينفعش تعملي كده. تقول لك هو ايه المشكله يعني، ده صاحبي الولد عادي، إيه المشكله؟ مثلا ما ينفعش تكلمي ده، او ما تعمليش فولو ده او بتاع، لا هنا مش الكلام ده، هنا عادي، كل ده عادي، لايكات، كومنتات، بتاع، كل ده عادي برضو. فكل اللي انا قلت عليه ده بيضيع اصلا البيربس او المغزى من العلاقه. تحس ان العلاقه كده ما فيهاش حاجه. طب يعني اتبقى ايه طيب كده يعني؟ ده كده مثلا ايه باختصار، طبعا في حاجات تانية كتير بس ده باختصار ليه مثلا العلاقه ما بين الولد والبنت. العلاقات بقى ما بين الصحاب، هنا ما فيش حاجه اسمها صاحب جدع ويقف جنبك و... ولو معكش يديك، حتى لو هو معهوش يتصرف ويجيب لك ويقف جنبك ويسيب اللي معاه علشانك ويقف ويكلمك وينزل يقعد معاك. مفيش الكلام ده، او في بس بنسبه قليله جدا، وبرده هتبقى في الولايات اللي انا اتكلمت عنها. عندك في مصر طبعا الموضوع مختلف. الصحوبيه في مصر دي اصلا اللي عارف انت عايز تعمل لها كتالوج لوحده كده، فاهم؟ طبعا دلوقتي ما بقاش زي زمان، بس الكونسبت موجود يعني، اللي هو ايه، الصاحب الجدع اللي واقف جنبك واللي عايز لك الخير، واللي يتكلم معاك، واللي يواسيك، واللي يونسك، واللي ينزل معاك، واللي يقعد معاك، والكلام ده كله. هنا عارف انت لو جيت مثلا اشتكيت لصاحبك او تقول له اي حاجه، نفس الكلام برضه، معلش هتعدي وبتاع، وممكن طب تعالى ننزل بتاع، لا اصل انا مش فاضي، اصل انا عندي شغل الصبح. طب ده مثلا فاليد، ده قشطه اوكي. في اوقات تانية لا اصل انا مثلا مش عارف فين، اصل انا مش هينفع انزل، اصل هنا مفيش اصلا كونسبت للصحوبيه. الصحوبيه هنا عباره عن ايه، هبل وفيديو جيمز وبارات في الويك اند وكلام على البنات وبس كده. مفيش المغزى بتاع الصحوبيه، برضو مش موجود. موجود مع البنات شويه بس برضو مش بنفس قوه ما هو موجود على البنات عندنا برضو. طيب هننتقل بقى لمرحله ايه، الانسانيه او الرحمه. الانسانيه او الرحمه في التعامل، بمعنى ايه؟ مثلا انت في الشغل تعبت، حصل لك حاجه فاستأذنت عشان تروح مثلا، ممكن يروحك بس ما حدش هيسأل فيك،
محدش هيقول لك انت تمام كويس فيك ايه، طب اوصلك، طب اجيبك، طب اعمل، مفيش الكلام ده. طب تاني يوم مثلا حد، ما فيش الكلام ده. عندك على عكس مصر مثلا تلاقي الناس كلها مهتمه، انت مالك، في ايه، تكلمك، تزورك البيت لو انت تعبان قوي مثلا يعني، لو مستشفى تجيلك. انا هنا كنت بتغير في المستشفى من 4 ايام ولا حد بيعبرني عادي. وتخرج، ايه كنت فين مثلا؟ اه كنت في المستشفى 4 ايام. طب انت كويس؟ اه خلاص كده. هو كده عمل اللي عليه. في مصر الموضوع مختلف، الناس بتهتم. برضو هو دلوقتي ما بقاش موجود زي الاول، تمام، بس انا بتكلم في ان المبدأ موجود. هنا المبدأ مش موجود. حته مثلا ايه، لو انت مزنوق او محتاج حاجه او بتاع، فده على المستوى الشخصي او على مستوى الشغل مثلا، مع فمثلا تكلم صاحب الشغل، معلش ظبط لي دي، معلش خلص لي دي، معلش بس اصل عندي كذا، معلش اصل مثلا والدتي تعبانه، معلش اصل عندي ظروف ايه، بيمشي لك الدنيا. هنا كل حاجه كده ايه، لا يعني انا مالي يا مين تعبان عندك، انا مالي. يعني لو ما كانش علشان ابنك او مراتك او بتاع، خلاص مش هيفرق معاه الموضوع. ممكن هنا مثلا تعوز تطلب مساعده من حد مثلا في الشغل معاك، يجيب لك ورقه، يعمل لك حاجه، يخلص لك حاجه، مش هيهتم اصلا. يا اما هيقول لك ماشي وما يعملش، يا اما يقول لك اه معلش اصل انا، وتعالى لك اي حجه. انما في مصر عادي ممكن تطلب مساعدات، ممكن تطلب من الشخص الفلاني يجيب لك الحاجه الفلانيه، يجيبها لك وهو جاي، يعديها عليك. وممكن كمان ايه، الشخص يغير مسار الاتجاه بتاعه اللي هو ماشيه علشان يجي لك يديك الحاجه اللي انت عايزها. هنا ممكن تبقى انت على سكته اصلا عادي، بس هو هوجع دماغي ليه واعمل وبتاع، انا عايز اروح انام، عايز اروح اقعد على التليفون ساعتين. اصل هنا الحياه كده، هي عباره عن شغل من الاثنين للجمعه، والسبت والحد دول ايه فور فن كده، يروحوا بارات وبتاع ولو حد عنده عيله بيقعد مع عيلته وخلاص. ما فيش حاجه ثانيه تتعمل، عايشين زي روبوتس هنا كده، فاهم؟ هو اصلا ما بيصدق يطلع من الشغل عشان يروح البيت يقعد ساعتين على التليفون، او لو هو عنده اهل يقعد معاهم وينام عشان يصحى للشغل تاني يوم. هنا بقى تلاقي الانسانيات او الرحمه في الحاجات دي فين بقى؟ مع الحيوانات والاطفال. تلاقي مثلا حيوان محتاج مساعده، ولا حيوان مش عارف ايه، تلاقي بتاعه، والكلب ما ينفعش، والقطه ما تنفعش، والفار الابيض والسحلفه. طلع عند البني ادم ماشي يعني، هنعمل ايه يعني، خلاص. حيوان محتاج مساعده، اخده واجيب له اكل واجيب له شلتر عندي في البيت عشان ما ينفعش. طلع عند بني ادم مثلا خسر شغله مثلا، فمش عارف يدفع ايجار بيته، فمش لاقي مكان يقعد فيه مثلا، ولا انت هنا ولا يعني، فاهم؟ قليل قوي، نادرا جدا لما مثلا شخص يقول لك ايه، صاحبك او اي حد تعرفه يقول لك تعالى اقعد عندي مثلا، مفيش. او هتصرف لك في قرشين تدفع بيهم ايجارك مثلا وسدهم لي، مفيش الكلام ده. هنا مثلا لو انت معكش فلوس، مفيش حته اللي هو ايه، طب تعالى بس مالكش دعوه، انا هنتعامل، ما احنا 5 مع بعض، كل واحد فينا هيدفع مش عارف كام وهنغطي بعضينا، يا عم هتمشي يلا بينا. مش الكلام ده. هنا انت معكش فلوس بتقعد في البيت خلاص، فاهم؟ كل واحد بيدفع حاجته، فاهم؟ وهي حاجه حلوه ومش حاجه حلوه في نفس الوقت يعني. هي حاجه حلوه ان مفيش حد بيتحمل مسؤوليه التاني، ولكن برضو في بعض الاحيان بيبقى في ظروف في الحياه بتتطلب انك تتكئ على الناس اللي حواليك، ولذلك ربنا مسخرنا كلنا لبعض. فهنا مفيش حته الاتكاء دي، مش موجوده. في مصر عادي ممكن يبقى معاه 50 جنيه بس في جيبه، يقول لك يا عم تعالى، هم كوبايتين قهوه مثلا، نقعد نتكلم، انت عايز تفضفض انا عايز افضفض، او لو عندك مشكله، او لو عايزين نتكلم في حاجه معينه، وكوبايتين قهوه هنتعامل، هم 50 جنيه هنتعامل يعني، وهروح بميكروباص وخلاص الموضوع خلص. في بساطه كده شويه في الموضوع، دي حاجه حلوه موجوده في مصر. هنا صعبه. الاتكاء ده وقت الزنقه مش موجود، الاتكاء وقت الاحتياج على حد مش موجود. حتى هنا هم اصلا مع بعضيهم كاهل في البيت بيبقى اللي هو كل واحد شايل نفسه. تلاقي مثلا ايه، البنت عايشه مع ابوها وامها عادي مثلا، ومحتاجه تجيب حاجه، طب ما بتجيبهاش ليه؟ اصل معيش فلوس. طب خدي من بابا، لا ما فيش، اخد من بابا ايه، مفيش الكلام ده. طب من ماما، لا ما فيش. انت كنت فين النهارده؟ كنت بجيب اكل لنفسي. طب انتوا مش بتجيبوا اكل كلكم للبيت مع بعض؟ لا انا بجيب اكل لوحدي فالسيستم بتاع الترابط هنا وبتاع
الاحتياج وبتاع الألفة وبتاع اللي احنا كلنا واحد، للأسف مش موجود، أو تاني موجود بنسبة قليلة جدا وفي بعض ولايات معينة. الموضوع ده يطول فيه الكلام، فأنت لو عايزني أتكلم عنه باستفاضة سيب لي كومنت تحت، أعمل له فيديو لوحده أتكلم فيه باستفاضة شوية، عشان عايز أغطي بس إيه السلبيات. في بقى مثلا هنا عندك إن حتة إن مفيش دين. حتة إن مفيش دين دي بالنسبة لك كواحد متدين أو واحد عندك دين أنت بتتبعه، ما بيأثرش عليك بالسلب إلا في حاجة واحدة بس، انك مش عارف تتأقلم مع الناس هنا او تعمل صحوبية، علشان الريثم بتاع حياتهم او طريقة او اسلوب حياتهم مختلف عنك. انا عمري ما عملت صحاب لان عندي بس معارف، علشان هم اسلوب حياتهم مختلف. لو اكل لازم فيه بورك وخنزير ومش عارف ايه، لو اجازة اللي هو في الويك اند لازم بارات وشرب ومش عارف ايه، الحاجات اللي فور فن تنام مع بنات ومش وحاجات زي كده، يا اما تروح تلعب قمار، يا اما مش حاجات كلها مش على نفس النهج بتاعي، فمش مفيش تأقلم. قليل بقى نادرا او ما قل ما تلاقي حد ايه ما بيعملش الحاجات دي، فبيبقى صعب عليك كواحد مسلم بالذات متمسك بدينك وكده انك تتأقلم مع الناس هنا في اسلوب حياتهم. ولكن النقطة الكويسة ان هم بيحترموا اسلوب حياتك، وانت بالمقابل بتحترم اللي هم بيعملوه وخلاص. وحتى لما بتنصحهم مثلا اللي هو ايه، انت عارف ان الشرب غلط بيعمل 1 2 3، انت عارف ان الخنزير غلط بيعمل 1 2 3، بيسمعوا ويقول لك ايه ده، وبياخدوا النصيحة حتى لو ما بيطبقوهاش، بس بيسمعوا النصيحة، ولما بتجيلهم معلومة جديدة ما كانوش هم على دراية بيها بينبهروا وبياخدوا بيها فعلا. بس مش دي النقطة. النقطة هي ان انت كواحد متدين ومتمسك بدينك بالذات كمسلم يعني، مش هتعرف تتعايش مع الناس هنا على اسلوب حياتك. هيبقى عندك معارف وكل حاجة سواء في البيزنس او في الجيم وبتاع، بس هيبقوا مجرد معارف فقط، مش هيزيدوا عن كده. والموضوع كمان بيبقى اكتر للبنات. نخش شوية بقى في اتجاه الحكومة والنظام وكده. اكبر سلبية موجودة هنا واللي فعلا بكرهها من كل قلبي، ان مسار حياتك كله هنا في البلد بيعتمد على حاجة اسمها كريدت سكور. ايه هو الكريدت سكور ده؟ الكريدت سكور ده عبارة عن رقم لكل شخص في البلد. الرقم ده طب نابع عن ايه او بيعمل ايه؟ الرقم ده بيبقى نابع عن اسلوبك في التعامل مع الفاينانشالز او الماديات في البلد. بتدفع ايجارك في ميعاده ولا لا؟ بتدفع قسطك في ميعادها ولا لا؟ بتدفع قسط البيت في ميعاده ولا لا؟ بتدفع الكريدت كارد في ميعاده ولا لا؟ لما انت ما بتدفعش في ميعادك او ان انت او بتتاخر عن الميعاد او بتفوت ميعاد ورا التاني، بيفضل ينزل في الرقم بتاع الكريدت سكور ده. طب ايه اللي بيحصل لما الكريدت سكور ده بيقل؟ عشان انت مثلا ما التزمتش بمواعيدك وبدفعاتك والحاجات دي كلها، بيبقى على السيستم بتاع امريكا كلها بيأثر عليك في انك تشتري بيت، تأجر بيت، تشتري عربية، تقسط عربية، تفتح بيزنس، تجيب حاجة بالقسط، تلاقي مثلا الفوائد بتاعتها عليت جدا. وكل ما الكريدت سكور بيقل كل ما فرصتك في انك تشتري او تأجر او تعمل بتقل. فلذلك ممكن تبقى انت معاك في جيبك $1,000,000 وعايز تشتري بيت ب100,000 بس انت مش هتجيبه كاش، هتجيبه قسط، بس الكريدت سكور بتاعك وحش، وتلاقي الناس رافضه ان هم يدوهولك، يقول لك لا انت من الواضح من الكريدت بتاعك ان انت مش ملتزم بدفع الدفعات بتاعتك، فلا احنا مش عايزين ده. ممكن يبقى معاك $1,000,000 وعايز تجيب عربيه اكزوتيك مثلا، بس هتجيبها قسط، لان هنا مفيش حاجه بتيجي كاش، خلي بالك مش زي مصر يعني معايا $1,000,000 اجيب شقه ب1,000,000 جنيه. لا هنا الناس الفلوس هنا ليها قيمه، فكل حاجه بتيجي بالقسط حتى التليفونات يعني. برضه ده موضوع لوحده لو عايز اتكلم فيه، اللي هو ازاي الدنيا بتمشي هنا من ناحيه الماديات، سيب لي كومنت واعمل له فيديو لوحده. يبقى معاك $1,000,000 بس الكريدت سكور بتاعك وحش، ما تعرفش تشتري ولا تعمل ولا اي حاجه. فالفلوس هنا مش العامل الاساسي، هو الفلوس مع الكريدت سكور هم العامل الاساسي مع بعض انك تعمل حاجه هنا. زي ما قلت الموضوع برضه فيه كلام كتير، لو عايز نتكلم فيه باستفاضه قول لي في الكومنتس واعمل لك فيديو لوحده. تاني اكتر حاجه يعني بتخليني مستاء هنا، ان من اقل حاجه بتعملها بتاثر على التاريخ بتاعك في البلد. عملت فايليشن وانت ماشي بالعربيه، خدت مخالفه،
لا قدر الله مثلا اتعمل لك قضيه عشان عملت حاجه غلط، او اي حاجه انت ممكن تعملها غلط كانسان والقانون عاقبك عليها. اولا اي حاجه بتتطلب دخول محكمه وقانون وكده، الرخصه بتاعتك هي اول حاجه بتتاثر، بيوقفها لك او بيحط لك عليها بوينتس. البوينتس دي لما بتتراكم لحد بوينتس معينه، كل ولايه ليها البوينتس بتاعتها، اللايسنس بتتشال عليك لمده سنه مثلا او سنتين على حسب ما القاضي يحدد. لما بينزل بوينتس على رخصه، ده بيأثر عليك مع الشركات. لو انت عايز تشتغل شغلانه فيها رخصه فيها سواقه، فتيجي تشتغل اوبر مثلا، يقول لك لا انت عندك مخالفه فمش هينفع تشتغل سواق في شركات، لا ده انت عندك مخالفه على الهيستوري بتاعك فمش هينفع. فتلاقي ان انت كانسان عادي ممكن تغلط في الحياه، اي غلط بتعمله بتاخد كرباج عليه، بيأثر على حياتك وعلى شغلك. انا مثلا كنت من فتره من الزمن كنت قاعد في فيرجينيا، كنت واخد فايليشن في فيرجينيا علشان ما كنتش لسه بدلت رخصه نيوجيرسي بفيرجينيا. بعدها ب4 سنين لما كنت عايز اشتغل اوبر مرضاش علشان المخالفه اللي خدتها من 4 سنين، يقول لك هو لازم 5 سنين تعدي علشان الفايليشن دي تتشال من عليك. فانا اقعد بقى متقدر 5 سنين سعادتك ما اعرفش اشتغل علشان فايليشن هبله اخدتها، فمش منطقي. ناس تانية بقى اللي مثلا اللي بيعمل جريمه او اللي بيشرب وهو سايق وبيتقفش او اي حاجه من الحاجات دي، رخصته بتتوقف بقى وحاله بيقف وما بيعرفش يشتغل وكل الكلام ده، بتبوظ الدنيا. انت بتبوظ لي حياتي علشان بس غلط انا عملته. فدي من المساوئ الوحشه قوي اللي موجوده هنا، من اقل غلط بتعمله تتحاسب عليه. ودي حاجه كويسه ان في قانون صارم، بس ما تجيش توقف لي حياتي، ما توقفليش رخصتي. طبعا لو اتسجنت وسوابق وكده حتى لو لعده اشهر بيكون موجود على السيستم، فنسبه انك تشتغل في اماكن كويسه ومحترمه تبقى قليله. ودي انا متفهمها يعني، لان انت اكيد مش هتخش السجن في حاجه غصب عنك، فاهم؟ اكيد عملت جريمه يعني فتتعاقب عليها، معلش. انما بتكلم في الحاجات العاديه، مخالفه وانا سايق، مش عارف عملت حاجه غصب عني، حاجات زي كده، ما تبوظليش رخصتي، ما توقفها ليش. مش عارف، شايفين الجواميس اللي هناك؟ في واحده فيهم بصالي ومتنحه لي، مش فاهم في ايه. برضه في سلبيه من السلبيات ما بحبهاش، وهنا هي انك المحامين لو انت عندك قضيه، وممكن تبقى قضيه عاديه مش شرط قضيه قويه يعني، المحامين هنا غاليين جدا، بياخد بالساعه وبتدفع من جيبك. انما النقطه الكويسه ان بيكون في public attorneys، دول بيبقوا محاميين البلد بتعينهم للناس اللي هم حالتهم الماديه مش قد كده. ولكن في القضايا الكبيره زي مثلا الطلاق والحضانه والقضايا اللي فيها جرائم او كده، لازم بقى محامي بجد، بقى المحامي اللي هو تدفع له يمسك لك القضيه يظبطها لك. من السلبيات اللي موجوده هنا هي التامين الصحي او الطب عامه، يعني اي حاجه لها علاقه بالمستشفيات او كده. لو انت معكش تامين صحي انت يا معلم خلاص كده باي باي، لان هنا المستشفيات غاليه. انك بس تروح الامرجنسي روم اللي هي الطوارئ، ممكن تبقى مثلا رحت علقت محاليل ومشيت، تلاقي البيل جالك على البيت ب $1000 و$1500. طب مثلا كنت تعبان في البيت وجبت اسعاف، تلاقي الاسعاف دي لوحدها مثلا ب $800. فلازم يكون معاك تامين صحي. ازاي يكون معاك تامين صحي؟ يا اما بيكون تبع الشغل اللي انت شغاله، يا اما بيكون بعد ما اثبتت للحكومه ان انت دخلك مش كفايه بتاخد تامين صحي من الدوله، وده بيبقى محدود نوعا ما، مثلا ما بيكفرش عمليات مثلا. بس التامين الصحي ده برده مش موجود في كل الولايات للاسف، اللي هو بتاع الحكومه. انما مثلا لو انت واحده حامل وهتولدي او كده، الحكومه بتكفر ده حتى لو انت معكش تامين، بيدوك تامين تمشي بيه نفسك لحد الولاده، وحاجات للبيبي ما بعد الولاده. طبعا ده في شويه ايجابيات، انا كده كده هعمل فيديو تاني عن ايجابيات هنا، وده اعتقد ممكن ياخد له جزئين لانه هيبقى فيه ايجابيات كتيره، يعني ان يعني السلبيات هنا اقل بكتير من الايجابيات. اكبر حاجه ممكن توقعك في الوحله هنا انك تكون معكش تامين صحي، ولا قدر الله حصل لك حاجه او كده، هتلاقي ان انت كل ده دفعه من جيبك، وساعات مش هيكون معاك كفايه انك تدفع. وده لكل حاجه بقى، عايز تروح مثلا للدكتور سنان، عايز تعمل تقويم، عايز تعمل عمليه مش عارف ايه، كل ده اي حاجه ليها علاقه بالطب غاليه جدا، لازم لها تامين. من ضمن برضو المساوئ هنا او السلبيات ان انت مثلا لو كان على رخصتك مثلا بعض المخالفات مثلا على مدار سنه او سنتين او كده، هو لازم هنا اي عربيه بتتسجل
لازم يكون معاها تامين، لازم يكون معاها تامين. ما ينفعش تسوق عربيه بدون تامين، او ينفع بس لو توقفت من ظابط وقال معكش تامين هياخد العربيه يحطها في المنبع بتاعهم، وانت هتضطر انك تعمل تامين وتروح الدي ام في وتثبت وتعمل وتروح تطلع العربيه، وتلاقي العربيه دفع لها في اليوم $180. فشوف انت قعدتها كام يوم، بلاوي يعني. لازم تامين. طيب التامين ده برضو بيتحدد بناء على الريكورد بتاع رخصتك. كل ما يكون الريكورد يكون وحش كل ما التامين يعلى. لو انت الريكورد بتاعك فيه حوادث، الحوادث هنا الحادثه الواحده حتى لو مش غلطتك، ودي من المساوئ، حتى لو مش غلطتك للاسف انت اللي بتدفع الثمن برضه. بتلاقي التامين بتاعك عمال يعلى، فتلاقي مثلا ان انت عندك 25 سنه بتدفع مثلا تامين $500 عشان لما لا قدر الله يحصل حادثه التامين يكفر ده. وبرضه التامين بياخد منك ديدكتبل. الديدكتبل ده اللي هو حاجه بتدفع له مثلا $1000 وهو يتكفل بكل حاجه. طب ما انا بقالي مثلا 4 سنين بدفع، تاخد مني $1000 تاني ليه؟ انما كل ما يكون رخصتك كلين ما فيهاش حاجه، كل ما سنك بيزيد، كل ما بتقدم يعني او بتكبر في السن، كل ما التامين بيقل. في ناس بيبقى التامين بتاعها $180 و$150. فاحذر ان انت يكون معاك عربيه بدون تامين، عشان لو اتوقفت هتخش في متاهات مالهاش لازمه. احذر ان انت يكون في حوادث وبتاع. انا عارف انها لو مش غلطتك دي انت يعني هتعمل ايه، بس حاول تتفادى اي حوادث عشان ده بيتسجل على السيستم، فبالتالي بيأثر على التامين وبيأثر برضو على الرخصه. وهنرجع دي حته ايه، التقديم على شغل فيه السواقه او كده برضو بيأثر. على ما اعتقد دي كل السلبيات اللي هي حاضره في مخي على الاقل دلوقتي، وما اعتقدش ان في حاجه تانية. زي ما قلت السلبيات هنا اقل بكتير من الايجابيات. ومش عايزين نخش في مواضيع كبيره بقى، يعني مش عايزين نخش في حته ان امريكا بتمول البلد اللي فمش عارف ايه وبتاع، لان ده قصه تانية خالص برضو عايزه لها فيديو لوحده. فلو انت عايز لها فيديو سيب لي كومنت اعمل لها فيديو لوحده. يعني الحاجات اللي هي الكبيره بقى اللي هي الاقتصاد والحروب والحاجات دي كلها كده فيديو هيقعد ساعتين يعني، فخليها الفيديو لوحده. لو انتوا حابين سيبوا لي كومنت برضو اعمل لها فيديو لوحده، بس بتكلم على السلبيات اللي جوه البلد اللي انت هتتاثر بيها كمواطن عايش فيها. بس كده. ودي كانت كل حاجه في فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لي ثامز اب، اعمل سبسكرايب للقناه لو انت ما عملتش. انا برضو ملاحظ ان معظم الفيورز مش عاملين سبسكرايب. ما تعملوا سبسكرايب يا جماعه، وفي ايه يعني؟ خلي نكبر القناه سوا ونخلي القناه حلوه نوعظ بيها الناس وننصح بيها الناس في كل يعني المحتوى اللي انا بقدمه، ونحاول نفيد الناس على قد ما نقدر، ونبقى كده يعني واخد بالك. عايزين نغلب الاجانب في السبسكرايبرز بتوعهم، عايزين نبقى جامدين من الاخر يعني. بس اعمل سبسكرايب واعمل لي فولو على الانستجرام، هسيبه لك على الشاشه وفي الديسكربشن بوكس تحت. وشوف اللي عندك اي اسئله اسال في الكومنت تحت، او ابعت لي على الانستجرام وشوف انت عايزنا نتكلم عن ايه في الحاجات اللي ذكرتها، وسيبها لي برده في الكومنتس، وان شاء الله اعمل لها حلقات. واشوفكم في الحلقه اللي جايه ان شاء الله.